لو انت مفكر ان الجيش بتاعنا ما يقدرش ان هو يروح يمحي اللي ما يتسموش دول ويخلوهم زيهم زي التراب، احب اطمنك واقول لك لا، يقدر، ويقدر يخلوهم كده في ثانيه الا ثانيه، يخلوهم صوت التراب في ثانيه الا ثانيه. بس ده لو بيحارب الجيش اللي ما يتسماش لوحده. بص يا رايق، مصر لو ضربت صاروخ واحد دلوقتي فتعتبر مصر دي دولة معتدية دلوقتي، وكل دول العالم هتقف ضدها وهتبقى هي اللي غلطانة، لأن اللي ما يتسموش ما عملوش لمصر أي حاجة وما جوش جنبها، ومصر هي اللي بدأت في الوقت ده. فاللي ما يتسموش أصلا مدعومين من أمريكا وحزب الناتو اللي هم أصلا حوالينك في كل مكان، لأن أمريكا عاملة قواعد عسكرية في الدول العربية. يعني مصر في النص كده، وكل الدول العربية اللي حواليها فيها قواعد عسكرية أمريكية. يعني أنت لو رحت وحاربت اللي ما يتسموش دول فهتلاقي كله على مصر من جميع النواحي ومحدش هيرحمهم. وهنا الدولة العربية مش هيبقى لها أي سلطة على القواعد العسكرية الموجودة في بلدهم ديت. يعني هم ما يقدروش يتكلموا مع إن القواعد العسكرية ديت في بلدهم. فيا ريت أي حد بقى من بره مصر ما يقعدش يقول بقى مصر عملت ومصر ما عملتش. أنت عايز تعمل يابا اركب طيارتك وفولها وروح يابا فرقع الدنيا هناك.